لو عايز تخدم ابنك علمه برمجة وكمل معايا الفيديو ده للآخر، عشان جايب لك عرض تقدر ان انت تخدم بيه ابنك، ان انت تعلمه البرمجة حرفيا ببلاش. تعال اقول لك الاول ليه اصلا لازم تعلم ابنك البرمجة وايه النصايح اللي انت لازم تاخد بالك منها. موضوع تعليم البرمجة للاطفال مفيد جدا على كذا جانب، سواء بقى على مستوى السكيلز اللي هو ممكن يكتسبها في خلال تعلمه، او على المستقبل ان ده اصلا ممكن يبقى التراك الاساسي بتاعه ويبقى مصدر رزقه. والتعامل مع الاطفال محتاج سلوكيات مختلفة، مش بس في البرمجة، على اي حاجة حرفيا هو بيتعلمها جديد، لان الاستيعاب بتاعه بيبقى مختلف عن واحد مثلا بتعلمه هو في الكلية، او واحد مثلا بتديله نصيحة وهو مثلا بيشتغل، او حد ناضج يعني. بس لو قدرت ان انت فعلا تبسط لهم المعلومة، ممكن يفهموها ويستوعبوها اكتر من اي حد. عشان كده لازم تاخد بالك وانت بتعلم ابنك البرمجة من شوية حاجات، فركز معايا. اول حاجة لازم تاخد بالك منها وهي المفاهيم او المصطلحات اللي ابنك بيتعرض ليها، لان المفاهيم دي في حد ذاتها بتبقى كبيرة، وعشان ابنك يقدر ان هو يتعلمها او لما يجي يتعرض لها ان هو يفهمها، لازم انها تتبسط له او تجيله بطريقة ان هي فعلا تناسب عمره. مثلا عندك حاجة زي سي بلس بلس، او حاجة مثلا زي البروبلم سولفنج والالجوريزمز والحاجات دي. لو انت جبته وقلت له انت هعلمك برمجه، قمت صادمه كده وقلت له لا خد المصطلحات دي وابحث عنها مثلا، او اعرفها، او هجيب مثلا الكود ومش عارف، خش في الكونديشن واكتب سطر كود وبتاع، فمن طبيعي جدا ان ابنك هيتقفل يعني هيتقفل من المجال خالص وما هوش مكمل فيه. تعالى اوضح لك الموضوع ده بمثال بسيط. لو انت جبت حد مثلا لسه بيتعلم الجمع والطرح وقلت له اضرب لي رقمين كبار في رقمين كبار، ايه اللي هو هيعمله؟ طبعا مش هيعرف، واصلا هيكره الرياضه من الاول، وما هواش مكمل ولا عمره هيفهم حاجه في حياته. على عكس مثلا لو انت جيت تعلمه مثلا من جدول الضرب، من جدول الواحد واتنين، يعني تطلع معاه بالتدريج من السهل للصعب، فهو هيوصل فعلا ان هو يفهم الحاجه اللي كانت صعبه جدا، بس انت بدأت معاه الرحله بس سلمه سلمه لحد ما وصل فعلا ان هو فهم ان الحاجه اللي كانت صعبه عليه في الاول. او نفس الموضوع ده ينطبق على البروجرامنج. بدل ما انت مثلا تجيب ابنك وتصدمه بمصطلحات فعلا كبيره في البرمجه، وتقول له مثلا عايزك تتعلم سي بلس بلس وتكتب كود وتخش مثلا على البروبلم سولفنج وبقى تعمل روبوت والكلام الحلو ده كله، يعني ابدأ معاه السلم، يعني خطوة خطوة. انت ممكن تبدأ معاه بحاجة زي السكراتش. سكراتش مثلا تبقى عبارة عن بلوكس، البلوكس دي بتفهمك المصطلحات او الحاجات اللي موجودة في البروجرامنج. مثلا عندك الكونديشن، عندك اللوب، هي بتجمع لك بين الحاجتين دول عن طريق بلوكات. هو مش بيكود خالص بإيده، هو بس بيفهم اللوجيك بتاع الموضوع ماشي ازاي، فانت فعلا بتعلمه كده بصح. وهو بيتعلم بالبلوكات دي بيبدأ ان هو يشوف الاوتبوت بعينه، بيبدأ ان هو يعمل العاب فعلا، بيشوف الناتج اللي هو عمله لما حط مثلا كونديشن مع لوب، ايه الاوتبوت اللي هو طلع له. ففعلا دي الطريقة الصحيحة اللي تقدر تعلمه بيها. وهتيجي تبص على اللي هو بيعمله في الاخر، هو حرفيا بيلعب، بس بدل ما يكون بيلعب او بيضيع وقت مثلا او بيتفرج على التلفزيون، هو حرفيا بيعمل اللي هو بيحبه يعني بيستمتع بوقته، وفي نفس الوقت بيتعلم مصطلحات يعني هي فعلا هتفيده في حياته بعد كده، وهيبقى سابق زمايله بمراحل. لان مثلا لما انت تجيبه وتقول له انت هتعمل جيم، والحاجه اللي انت كنت بتلعبها دي هتفهم مثلا هي بتتعمل ازاي، او ايه اللوجيك اللي ورا الموضوع ده كله، وازاي مثلا انت في سباق العربيات العربيه دي بتسبق دي، ايه مثلا يعني ايه الحاجه فعلا اللي بتحرك العربيه دي. لما يبدا هو بقى يعمل الموضوع ده بايده، هيفهم ايه مثلا بعد كده لما يجي يلعب لعبة او يعمل اي حاجة في حياته، حرفيا تفكيره حوالين الموضوع ده هيتغير، وهيبدأ يفهم الحاجات دي. يعني مرة واحدة هتلاقيه فهم فعلا اللوجيك بتاع البرمجة، وهو فعلا مستمتع وبيعمل حاجة هو بيحبها. وبعد بقى لما يفهم اللوجيك ويفهم ايه الدنيا بتاع البرمجة دي ويفهم المصطلحات عن طريق اللعب والحاجات الحلوة اللي انا قلت لك عليها دي، بيبدأ بقى ان انت يعني بتبدأ ان انت تعلى معاه بالمستوى، وتعلمه مثلا تخش له في تراك، او مثلا تمسك لغة زي بايثون، حاجة كده سهلة وبسيطة. او مثلا ممكن ان انت تخليه يتعلم حاجة زي الويب، يتعلم ازاي المواقع دي بتشتغل، يخش في الموضوع من جوه، مش بس ان هو بيخش على الموقع وبيتصفح عليه، لا مثلا بياخد حاجات بسيطة زي ال HTML CSS. الحاجات دي فعلا هو يقدر يستوعبها، وفي نفس الوقت هيبدأ ان هو يعرف
ايه اللوجيك اللي ورا الموضوع ده، والدنيا هتبدأ توضح له واحدة واحدة، بدل مثلا ما هو يكون مجرد ان هو واحد بيتصفح الموقع، لا، ما هو ممكن فعلا يعمل الموقع ده، وممكن على اي كليك هو بيعمله على الموقع ده هو بعد كده بقى هيبدأ يفهم ايه اللي هو اصلا بيعمله ده. ولما مثلا ضغط على الزرار ده، يعني ايه اللي حصل او ايه اللي حصل ورا الموضوع ده، فهو بيبدأ بقى يفهم الكلام ده. والنصيحة المهمة اللي بعد الكلام الحلو اللي انا قلته لك ده كله، هو ان انت ما تجبرش ابنك ان هو يتعلم برمجة. انا عمال اقول لك عن اهمية البرمجة وان انت لازم تعلمه والكلام الجميل ده كله، بس في نفس الوقت ما تجبرهوش وتقول له لا ده البرمجة هي لغة العصر وهو ده الترند وهو ده فعلا اللي بيجيب فلوس اليومين دول والدنيا حلوة ولازم انت تطلع مهندس، مثلا مهندس كمبيوتر، او تطلع يا عم بتاع برمجة ويب او بتاع ذكاء اصطناعي. لا، الدنيا مش بتمشي كده خالص. انت بمنتهى البساطه هتعرض عليه الموضوع بطريقه حلوه. انت هتقول له مثلا في حاجه زي البرمجه بتعمل كذا كذا، طب ما تيجي كده الجيم اللي انت بتلعبها دي، مش عايز تعرف الشخصيه او الكاركتر اللي انت بتلعب بيها دي، مش عايز تعرف يعني ايه اللي بيحركها وايه بتتحرك ازاي؟ لما انت مثلا تيجي تضرب اللي قدامك ده، مش عايز تعرف ايه اللوجيك اللي ورا الموضوع ده بيحرك الكاركتر بتاعتك دي تخليها تضرب اللي قدامك؟ فبتجيب له الموضوع بحاجه بطريقه بسيطه كده، بحيث ان هو يحب الموضوع اكتر، ويبدا ان هو فعلا بدل ما انت كنت بتقنعه، لا، هيبدا بعد كده بقى هو ايه اللي يجري ورا الموضوع. ولو حتى انت بدات تحببه في البرمجه وعمال تجيب له الموضوع يمين شمال ومش عارف اعلمك، وهتبقى انت تعمل العاب وهتفهم اللوجيك والكلام ده كله، وهو برضو يعني مش عايز، والدنيا يعني الدنيا مقفله معاه، عادي جدا. انت ممكن ابنك مش يعني دماغه مش في الحاجه دي، ممكن انت تستنى عليه شوية وبعدها تبدأ ان انت تفتحه في الموضوع تاني. لو عملت كده برضو وهو مش قابل الفكرة، عادي جدا ممكن تسيبه بعدها بفترة، حتى سنة سنتين براحته خالص، عشان الموضوع ده بالذات لازم هو اللي يكون حابه. لو انت اجبرته عليه مش هيبقى حابب الموضوع خالص، وبدل مثلا ما هو هيجي مثلا في الفترة بتاع الثانوية او الفترة بتاع الكلية وممكن ساعتها يخش الموضوع ده، انت يعني كونت له تجربة مش كويسة عن البرمجة من زمان، من اجبارك، او انت كنت يعني بتجبره فعلا ان هو ياخدها، فهو لما يكبر هيكره الموضوع جدا. فما تجبروش خالص لو هو مش حابب البروجرامنج، هو ان شاء الله مع الوقت هيحبها، ومع مثلا لما يمشي مع زمايله او يشوف مسابقات، مثلا ممكن تجيب له فيديو فيدباك لحد مثلا كان عامل روبوت، او طفل مثلا كان دخل في مسابقة او عمل انجاز، هم برضو بيتحركوا من الحاجات دي، وان شاء الله هو هيحب الموضوع ده. اخر نصيحه حابب اقولها لك، ان انت تستعين بذوي الخبرات في المجال ده. لو انت مثلا ما عندكش خلق ان انت تفضل تكرر الحاجه مره واثنين وثلاثه، ما عندكش خلق او ما عندكش وقت ان انت تفضل تعلمه وتفضل قاعد جنبه، فانت ممكن بمنتهى البساطه تستعين فعلا بحد شغال في الموضوع ده، او هو حد يعني ده شغله، فدي مش يعني مش مشكله خالص او مش عيب، انت فعلا بتعمل الصح. دي الهديه اللي انا قلت لك عليها في اول فيديو، وان انت كملت معايا الفيديو للاخر، فركز معايا في الجزئيه دي. شركه فريش كودرز هي شركه بتقدم كورسات برمجه للاطفال. هي بتاخد ابنك بتعلمه البرمجه من الصفر، ما بيكونش عنده اي خلفيه عن البرمجه، وبتبدا معاه السلم واحده واحده، وكل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو هي حرفيا بتعمل. هي بتبدا معاه بلغه بسيطه زي السكراتش، بتفهمه ايه هو البيزك بتاع البروجرامنج، وعن طريق البلوكات اللي انا كلمتك عليها في الفيديو هو بيبدأ ان هو يفهم الدنيا ماشية ازاي. بعد ما بيفهم اللوجيك ورا الموضوع ويكون طبق مشاريع بايده، بيبدأ بقى ان هو يختار تراك من تراكين، يا اما يختار ان هو يكمل في البايثون او يكمل في الويب. والحلو في الموضوع ان الكورس ده مجاني بالكامل، فانت فعلا تقدر ان انت تخدم ابنك عن طريق ان انت تخليه يجرب التجربة دي من غير ما انت تكون خسران اي حاجة. فانت يعتبر قدمت له خدمة عمره، ان انت اصلا كده كده عايز ابنك ده يبقى احسن منك، فانت بتقدم له الخدمة اللي هتفيده فعلا بعد كده، وهتخليه يسبق عن زمايله فعلا بمراحل. كل اللي عليك بس ان في فورم تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، كل اللي عليك ان انت هتخش تملاه، وبعد كده الشركه هتبدا ان انت يعني هتبدا تبعت لك كل التفاصيل، هيبعتوا لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها، ويوضحوا لك تفاصيل الكورس اكتر والمده الزمنيه بتاعته. زي ما قلت لك كل اللي عليك بس ان انت تملى الفورم. ولو تعرف اي حد حابب الموضوع، او مثلا ليك زميل ليك صاحب، ممكن ان انت تشير له الفيديو ده، او على الاقل تشير له الفورم، لان فعلا دي حاجه هتفيده، ولازم ان انت تلحق الفرصه دي، لان الاماكن محدوده
كورس هيبدأ قريب ان شاء الله. ما تنساش او تكسل، لان فعلا الاماكن محدودة، ولو انت مثلا قلت اعمله بكرة او بعده انت مش ضامن ان انت فعلا تلحق مكان. دي فرصة اغتنمها، وفعلا قدم لابنك الحاجة اللي تنفعه بس. وده كان كل حاجة النهاردة، وما تنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. سلام.